السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الأخوات، أسعد الله صباحكم، أصبحتوا بخير مزيان. نتمنى لكم الجميع بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نخدموا الجزء الثاني إن شاء الله، كما حطينا الجزء الأول الإخوان. بالنسبة في الصفحة ديال فيسبوك أنا حطيت لكم الفيديو تقريبا فيه 8 دقائق، ودابا غادي نديرو التسميمه ديالو اللي هو التدواج ديال السفيفه. كما وعدت وقلت لكم راه غادي نديرو السفيفه ونهضروا على بعض التفاصيل في الكول وداكشي ان شاء الله. غادي نكملوها في هذا الفيديو هذا باش ما يجيش الفيديو طويل. راكم كتعرفوا الاخوان، يعني الفيديو الا طوال بزاف كيجي الفيديو ممل، وغادي نحاولوا نعطيوه ان شاء الله على جوج الاجزاء. دابا غادي ندوز السفيفه ان شاء الله. هنايا نكملوها الطريسين وندوزو السفيفه ونهضروا على بعض التفاصيل اللي خاصنا نضبطوهم في التدواج ديال السفيفه. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نبداو ندوزو السفيفه. وبالنسبه للسفيفه دائما اخوان، دائما اننا نبداوها من شي بلاصه اللي غادي يجي لينا الخلف فيها مغطي. عندي ترينسه هذه هنا اللي راه كنقولوا ليها سفيفه، ترينسه رقيقه ديال الصقلي شفتوا. غادي نجي نبدا من القنت هنايا، نزيد شويه ونبدا هنايا باش غادي تشوفوا الخلف كيفاش غادي يكون في الاخر. دائما نقلبوا كيفاش نديروا لا فينيسيون في داك الخلف وما يجيش كيبان كاع. بالنسبه للسفيفه كما كتشوفوا معايا الشدان ديالها دائما نحاولوا نردوها هكا شويش، يعني عمرنا نخليوها تجبد لينا في يدينا. دائما نحاولوا ندفعوا عليها شويه، ما ندفعوش عليها بزاف، لان الا دفعنا بزاف غادي تبدا تعواج، وكنجيو نديروا الطراس اللي غادي يجيو من بعد السفيفه غادي نلقاو مشكل ديال داك العويجاج يطيحنا في مشكل. يعني ندفعوا عليها قدر المستطاع باش ما تجبدش لينا كما كنقولوا، ما تثيرش، وفي نفس الوقت ما ندفعوش عليها بزاف باش ما الجناب ديالها ما كيعواجوش. الا لاحظتوا معايا كيفاش كنحاول نحطها ونبرك عليها واحد شويه، ما خليهاش ترجع لعندي، لان كيف بعض الاحيان كيكون كيجيب لينا الله راه كنحطوا الصفيفه هو هذاك وهي راه كتكون كتجبد، يعني بدون ما نردوا لبعد. ويعني بالنسبه للاخوه اللي ما عندهمش تجربه كافيه اللي رانا كنشرحوا معاهم الفيديو، دائما تردوا البال من هذه المساله هذه. خلاص الصناعيه كاملين راهم كيعرفوا هذه القضيه هذه، المعظم ديالهم كيعرف، يعني داز من هذه المراحل، دازت عليه وعاود كيدي فكره، كيبدا يعرف الاخطاء اللي راه كيطيح فيها. دائما حنا غادي نردوا عليها هكذا شي شويش، نوقفوا شي شويه تنوصلوا للعنق عاوتاني باش نهضروا على التشراب ديال العنق باش ما نطولوش في الجزء بزاف كما قلت لكم. والمهم هي النقاط المهمه اللي غادي نشيروا ليها في الفيديو كما كنقولوا، وكتبقى حتى المعلومه ملي كتكون خفيفه يعني كتجي سهله باش ان الانسان يلتقطها دغيا. نتوما كما قلت لكم غنهضروا على النقاطات المهمين. دابا هادي وصلنا للقنت هنايا، هادي الدوره عندي ديال الجنب، يعني فتحه ولا عندي الطويق ولا السفيفه ديالي كيفاش كنحطها. حاول دائما نبازي على ان داك الوسط ديالها يجي على الطريسنات هادو، نهبطوا الابره ديالنا باش الماكينه ما تهربش، الخدمه ما تعواش ولا شي حاجه. يعني واخا كندوروا نجر الثوب ولا شي حاجه كما نقولوا الابره نازله، واخا ندوروا الماكينه ونجروا كذا، لان الماكينه عمرها تهرب لينا وتلقى لينا الخدمه في بلاصتها. دائما الابره ديالنا نازله، نحطوا السفيفه ديالنا مثلث فرماجه كيجي ساهل ماشي. وحنا كنشوفوا العبار ديالهم هنا ومن هنا، يعني راه القضيه ديالنا مضوبل مقاد هو هذاك ماشي. بالنسبه لهاد القنوته اللي كتجينا فيهم الدوره وداك الشيء، حتى هو كما قلت لكم زدت هنا واحد الغرزه، حتى هو كما قلت لكم الابره ديالنا تكون نازله هكذا باش كندوروا الثوب ديالنا ما تهربش لينا الماكينه.
ويوقع عندنا الفراغ في داك القنت. بالنسبة للسفيفة ولا الضفيرة عندي كنجيو كنقلبها بهاد الطريقة هكا، شفتو هكذا كنقلبها بهاد الطريقة باش كتعطيني القنيت كيما غتشوفو غندوزو فيه وتشوفوه كيفاش غادي يطيح. يعني مغاديش يجي مدور ولا شي حاجة، كيجي القنيت مقنت. حتى ملي كنجيو نطيحو السفيفة كنلقاوها ساهلة، شفتو عكس ما ان كاين اللي كيخلي السفيفة هكا وكيدور بها كتجي هاد البلاصة هنا مدورة، يعني ما تجيش القنت بحال هذا واقف شوكة. متكماش هانتوما كتشوفو يعني كيكونو السنينات متوازنين كما قلت لكم، الخيط فيه تناسق ديال الفوق لتحت. هو راه تشوف رقيق وحنا غاديين هاهو نحدد الله يبارك. حنا وصلنا للكولا الاخوان اللي كما قلت لكم هو اللي غادي تشوفوني كيفاش كنشرب السفيفة فيه. هي القلبة باش تعقلوا عليها شفتو، يعني بحال كنقلبها على الظهر ديالها في هاد الجهة، وهنا راه في نفس الوقت كتبقى على الوجه ديالها غير باش تعطيني داك الباسو داك القلبة كي نجي نطيح القنت. هذا الكويل شفتو. هنا غادي نردو السفيفة مزيان. الا لاحظتو معايا كنبرك عليها من هاد الجهة من هنا وهي كتوسع من برا وكتجمع من الداخل. هنا كيكون تشرب كتر. شفتو هاد الصبيع هذا دائما راني كنحاول نبركها به بالسفيفة على الجنب ديالها تمشي على برا، ولا لاحظتو حتى الاتساع راه كتوسع في نفس الوقت كدور. يعني الا مشينا كنحطو السفيفة في العنق عادي هنا راه مغاديش يطيح لينا العنق مزيان، ملي يتلبس غيبقى يبان مجبد، خصوصا في هاد البلاصة هادي. لاحظوا معايا هنا في هاد المجمع ديال الكتاف كيكون هنا الدار د الرقبة. هنا في هاد القنيتات هادو كيخصنا نردو السفيفة مزيان باش العنق يطيح لينا. بركو عليها وزيروا مع الاصابع ديالكم مزيان، لان السفيفة بعض السفيفات كيكونوا قاصحين انت كتدفع عليها وهي كترجع لعندك بحال المرمى. بحال هادي فيها داك شويه ماشي بحال المرمى اللي كتكون هذا كتكون قاصحه، كتكون فيها هذا المشكل هذا. حتى هي دابا نهضروا عليها ان شاء الله في شي فيديو. صافي هنا عادي مي في هاد الدورة هادي هنايا في هاد الباسو هذا هنا اللي كتشوفو كندفع السفيفة مزيان، سفيفة ولا ضفيرة ولا اللي عندي. هنا لا لاحظتو راني طالق من السفيفة، الاصابع ديالي غنفوق منها باش كنتحكم فيها مزيان وكيكون التحكم ديالي فيها اكثر. هنا راه ميمكنش ليا نشد السفيفة هاكا، سفيفة ولا ضفيرة ولا اللي عندي كنطلق منها بهاد الصبيعات هادو يعني باش تشوفوا السفيفة هنا كيفاش غادي. هاد اليد كنشدو به الثوب، وهاد اليد هذا كنطلقو من السفيفة باش نقدروا نتحكموا فيها كيما قلت لكم ونشربوها، لان ميمكنش نشدها هكا وتشرب، ما غاديش تشرب خصوصا في الكول. يعني انا السفيفة كنطلق منها هنا وكنبدا نخدم ليها غير على الطريفات ديالها. الامور باينه واقيلا ياك الاخوان. شفتو هذا هو الكويل ديالنا. شفتو الكول. دابا ما رديتش السفيفة انا هنا ملي نجي نطيح هادي نلقى فيها مشكل. دابا ها هي طايحه لراسها، يعني باقي ما درتلهاش خياطه هنا مي الكويل طايح. وداكشي كامل هو من هاد الردان السفيفة كما شفتو معايا، يعني نردوها بالطريقة الصحيحة. خلاص هنا راه كنولي نشد السفيفة ديالي. حتى هنا راني كنحاول ندفع عليها شوية، يعني هذا ما نخليهاش ترجع لعندي دائما.
باش ما كتهربش ليكم، خصوصا السفيفه ولا الضفيره الرقيق. شوف يبان لكم غير في الصبعان ديالي كيفاش كنشد لها. هنايا راه كنشد لها بالجنب ديالها، هنايا كنقادها. هذا محطوط على السفيفه، هذا محطوط مع الجنب ديالها باش ما يخليهاش تهرب ويبقى ليا الفراغ ما بين الطراس والسفيفه. قنيتات هبط الإبرة عاد من بعد. إلا ما هبطناش الإبرة وجبنا الدورة وهزينا الصبة تهرب لينا الماكينة ويبدا عندنا الفج ما بين السفيفة والطريسمات. وصلنا في بديل السفيفة. كما قلت لكم بغينا نهضروا على النقاطات المهمين وعلى الخلف، كيفاش غادي نجيبوا الخلف. يعني ما باينش، بحال نقلبوا السفيفة نلقاوها بزيرو خلفها، يعني ما كيبانش لينا الخلف ديال السفيفة او الضفيرة او داكشي اللي عاد. شفتو كنبداها من هنا ومن هنا، كنخليه من هنا ومن هنا باش ملي كنقرب نسالي السفيفه ديالي وكنسالي كنجمع لها الرويصات ديالها عند بعضياتهم. راني خلفت الطرسان وخلفت هنايا السفيفه، وما غيجي يبان الخلف حتى ديال واحد فيهم، لا الطرسان ولا السفيفه. يعني كنقلبوا البياسه نلقاوها كتبان بزيرو خلفها. هي الخلفه جبتها في القند ديالها، عكس ما كاين اللي كيجي كيبدا في الوسط، كاين اللي كيبدا المهم شي خلفه كتكون ما هياش. اذا الاخوان هادشي اللي بغيت نشير لكم فيه ان شاء الله في هذا الجزء الثاني، وهو الاهم، هو كما قلنا اهم النقاطات اللي راحنا طرقنا اليوم، هو كيفاش كنشربوا السفيفه في الكول، كيفاش نشربوا السفيفه في الكول، كيفاش نخدموا الافتتاحات ديالنا، كيفاش نخدموا القنيسات ديالنا. نتمنى يكون هذا الشيء اللي شرحناه مفيد، وما تنساوش تخليوا لنا الراي ديالكم ولايك للفيديو الاخوان، لي كومونتير ديالكم، لان لي كومونتير ديالكم عليها كنبنيو هاد الفيديوهات الاخوان. دائما كنقراها وراه كنشوفوا النقاطات المهمه اللي كتشيروا علينا بها، عليها كنمشيو على داك الاساس. اذا هادشي اللي عطا الله، مع تحياتي لكم جميعا الاخوان والاخوات. ان شاء الله الفيديو غادي نلوحو لكم حتى في يوتيوب وفي فيسبوك ايضا. الاخوان اللي كتبعونا في فيسبوك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين يوتيوب ان شاء الله، باش غادي نبداو نخدموا عليها ان شاء الله مستقبلا.